غلطة كبيرة بتعملها في تمرين الهيب تراست. تعالوا نشوف التمرين وأقول لكم في آخر الفيديو على الغلطة اللي بتعملها. أولا تمرين الهيب تراست ده بيستخدم علشان أنت بتتمرنه علشان بتستهدف عضلات الجلوتس. تعالوا نبص على السيت اب بتاع التمرين ده. هتبدأ تقعد وتتني ركبتك، والقدمين هتبقى أوسع شوية من عرض الهيب بتاعتك. هتظبطها أكتر إنك تخلي أصابع القدمين بتاعتك لبره. طيب الجزء العلوي من الظهر اللي هو اسفل لوح الكتف اللي هو اسفل السكابيولا هيبقى على حافة الدكة. هتبدأ تشيل البار بالتجويف بتاع الهب، تجويف الوركين. هتبدأ تضغط على عضلات الجلوتس وترفع البار بشكل مستقيم لحد اما الهب بتاعتك تبقى متوازية مع الكتف والركبة. هتحافظ على شد عضلات البطن وحافظ دايما على تانية الدقن وتبقى باصص ناحية جسمك، يعني دقنك تبقى تانية حاجة بسيطة ونظرك ناحية جسمك. طيب هترجع تنزل تاني البار ببطء لحد لما الهبس بتاعتك تبقى قريبة جدا من الأرض. تعالوا طيب نبص على الحركة والعضلات المساعدة ونشوف وظيفة كل عضلة. عضلة الجلوتس ماكسيموس بتعمل اكستند للهيب جوينت، بتعمل تمديد لمفصل الورك، وبتعمل برضو بتساعد في حركة الهيب ابدكشن اللي هي حركة تباعد الوركين. طيب عضلة الجلوتس ميدياس دي بقى بتعمل حركة الهيب ابدكشن كلها اللي هي حركة تباعد الوركين كلها. عضلة زي الهامسترنج هنا في وضع الشورتن بوزيشن بتبقى ضعيفة فيها قصور ومش بتفضل تستمر معاك في الانقباض. وعضلة الكوادريسبس بتعمل اكستند للني. وعضلة الريكتور سباينيه بتثبت معاك العمود الفقري. تعالوا نبص على الخطأ او الغلطة اللي الناس دايما بتعملها، ان انت بتبقى التقوس بتاعك في اسفل الظهر مفرط بزيادة، وده بيعمل حمل على عضلات اسفل الظهر والقطنية. ركز بس ان انت توصل بالبار للنقطة اللي قلنا عليها، ان يبقى في مستوى الكتف، الهيب بتاعتك تبقى في مستوى الكتف ومستوى الركبة عشان ما تحملش بزيادة على عمودك الفقري. متبقاش بخيل بقى. اللايك والفولو والكومنت.